صباح الخير. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو اول مره بتشوفيني، انا هند حرجاوي ودي قناتي. اتمنى تشرفيني بالاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا جدا لمتابعتكم والكومنتاتكم الحلوه اللي دايما بتشجعني وبتحفزني ان انا اعمل فيديوهات دايما. تعالوا بقى ان شاء الله النهارده نبدا يومنا، نشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، انا يومي بادئ بالظبط من الساعه 6 الصبح. فطرنا زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، نزلت البنات المدرسة والحضانة، وبدأت بقى ايه اشوف ايه ورايا. اول حاجة عملتها بعد الفطار ان انا دخلت المطبخ، قلت اخلص الاكل بتاعي اول باول وبعد كده اشوف البيت، علشان بس البنات لما يرجعوا يكون الاكل جاهز وخالص. ده اهم حاجة عندي، انهم يرجعوا يلاقوا الاكل. بس كده يا بنات، زي ما انتم شايفين انا كنت النهارده ان شاء الله هعمل قلقاس. زي ما انتم شايفين كده انا قشرته قدامكم. بصوا وشفتوا الكبيره دي انا قطعتها وقشرتها ازاي عشان تبقى سهله عليا وما تقعدش بقى تتزحلق من ايدي وتعورني وكده. النهارده ان شاء الله يا بنات هنعمل روتين مع بعض كده، يومي في المطبخ بالترتيب بيبقى ماشي ازاي. يعني النهارده ان شاء الله الفيديو ده فيه الروتين بتاع المطبخ بتاعي، انا يومي بقضيه فيه ازاي وبعمل فيه ايه. ده روتين واقعي اصلا من يومي ومطبخي. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بس انا بوريكم خلصت اهو تقطيع القلقاس وبغسله. في ناس بتقول انها ما بتغسلهوش وبس بتمسحه بفوطه. بصراحه ما بحبش كده ابدا، لا انا بغسله، ما بيجرالهوش اي حاجه ولا في الطبيخ بيبقى فيه اي حاجه. وزي ما قلت لكم دي طريقتي. بصوا انا كنت بوريكم اهو انه ما بيبقاش فيه ماده لازجه كده ولا مش لذيذة يعني لما بيتغسل. يعني في ناس بتقول لما بيتغسل بيبقى فيه زي مادة كده لازجة فيه، ما بتزيد مع الغسيل. لا خالص، مفيش، بيتغسل ويبقى زي الفل ومفيهوش اي حاجة. بصوا بقى انا هنا كمان بنضف السلق اهو بتاع القلقاس. انا بس بشيل العروق بتاعته، لكن بسيب بقيه الورقه زي ما هي فيها. يعني الحته بتاعه العرق اللي هي بتبقى في الورقه دي، في ناس بتقطع الورق من حواليها لا مش بعمل كده خالص. بصوا هتشوفوا طريقتي في القلقاس النهارده. في ناس بتستغربها، في ناس بتعمل زيها، في ناس بتعمل غيرها. دي طريقتي. يعني حماتي دايما تقول كل دار ولها مدار. يعني كل بيت وليه طريقه. بس انا هنا اهو بصوا قطعت السلق اهو وحطيته كده على جنب عشان اغسله واسيبه يتصفى. وهقطع كمان الكزبره الخضراء عشان برضو اغسلها واسيبها تتصفى. وبعد كده هوريكم انا هعمل ايه بقى. بصوا انا اهو خلصتها وسبتها تتصفى، والسلق اهو كمان. بصوا بقى انا بقطعه وبحطه في الكبة او الخلاط. بس زي ما انتوا طبعا عارفين ومتعودين مني ان انا بستسهل الكبة عشان صغيرة كده وما ما بتعمليش دوشة وكركبة، بستسهلها يعني. بس بحط له بق ميه صغير جدا جدا، اضربه بيه في الخلاط او في الكبة. تمام. وبعد كده بصفيه، هضرب كل السلق اللي معايا وبصوا هصفيه. هاخد المية بتاعته وهركن اللي اتصفى. يعني السلق نفسه اللي اتصفى ده انا مش برميه، انا ما برميش في اي حاجة. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. يعني تابعوا معايا كده في الفيديو هتشوفوا انا هعمل ايه. في ناس بتستغرب الطريقة جدا، بس انا هي دي طريقتي وطريقة ماما كمان، ويعني دي طريقتنا في البيت وطريقة اختي كمان. بس يعني هنا بقى الرينج لايت كان مغلبني جدا، وكان كل شوية يتحرك وكل شوية يقع. الحمد لله اشتريت واحد جديد. ان شاء الله بقى الفيديوهات الجاية هتكون باذن الله احسن من دي في التصوير وفي الجودة ان شاء الله. بس يا بنات بصوا انا صفيته اهو، ركنت الباقي على جنب. محدش يتريق على الحلال بتاعتي يا جماعه، انا بقالي 6 سنين اهو متجوزه والحلال بتاعتي هي ما غيرتهاش ومفحوطه معايا شغل. محدش يتريق عليها. ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله واجيب طقم حلال جديد يعني ان شاء الله. بس انا حطيت بقى معلقه سمنه وحطيت اللحمه تتشوح اهي. بحب في سلق اللحمه ان انا اشوحها يعني. وهقطع عليها كده بصل مع التشويح برضو. بحب البصل الصغير قوي مع الشوربه، بحب اكله. بس حطيت برضو ورق لورا، وحطيت حبهان ورشة فلفل اسود والملح بحطه بعد اللحمه ما تستوي. بس كده يا بنات هشوحهم بقى مع بعض كده، وهحط عليهم ميه بتغلي من الكتل. اوعي تحطي ميه من الحنفيه. بس حطيت كمان طماطمايه
وهحط بقى عليهم بصوا ميه بتغلي من الكتل، لاني لو حطيت ميه عاديه هتوقف سوى اللحمه وترجع تبدا تاخد سوا من اول وجديد، ده بيخلي اللحمه معانا كده تشد وما تبقاش لطيفه. هنعمل بقى الرز مع بعض. حطيت كده معلقتين سمنه وشويه زيت، وحطيت لسان العصفور. انتوا طبعا برضو متعودين معايا في الفيديوهات ان ولادي بيحبوا الرز بلسان العصفور قوي، عشان بيحطوا على الرز شوربه فبيبقى فيه رز وفيه لسان عصفور، فهم بيحبوا كده قوي يعني. ولادي الشعريه مرتبطه معاهم باللبن والفطار اكتر. بس حطيت بقى الملح، وحطيت الميه المغليه برضو عشان ما اوقفش السوا بتاع اللحمه. وحطيت هنا اهو شويه شوربه في حله كده على جنب، وحطيت فيها القلقاس، وهسيبهم يغلوا بالظبط غلوه واحده بس. وهنزل عليهم بقى بالميه بتاعت السلق اللي احنا صفيناها مع بعض غلوة كمان. يعني كده القلقاس هيغلي معايا بالظبط غلوتين، لانه ما بياخدش سوا. غلوة بالشوربة بس، بعد كده غلوة بالمية بتاعت السلق. في حاجة بقى تانية هحط معلقتين سمنة، وحط معلقتين توم كده كبار محترمين، القلقاس بيحب التوم. بس. وهحط عليهم بقى يعني ياخدوا لون بسيط خالص خالص ذهبي فاتح جدا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. هحط بقى السلق اللي احنا صفيناه واخدنا ميته حطيناها له القلقاس. انتوا مركزين معايا صح؟ احنا مش صفينا السلق، ده السلق بقى اللي احنا صفيناه اهو، حطينا ميته على القلقاس، حطيته على التوم. هيتشوح برضو، بس لازم بقى يستوي مع بعض كويس جدا، ياخد اللون البني مش المحروق، ياخد لون بني ما يتحرقش. والنبي نركز، لانه لو اتحرق هيبقى طعمه مر جدا. وهحط بقى بعد كده الكزبره الخضراء، وهقلب مع بعض واحطهم على القلقاس بس كده. بس انا للاسف اكتشفت ان انا في الحته اللي انا بحط فيها على القلقاس ما طلعش الموبايل بيصور. دي النتيجة النهائية. بصوا شكله القلقاس عامل ازاي، تحفة جدا، طعمه كان تحفة جدا، وكان زي العسل والله العظيم، كان زي العسل. تعالوا اتفضلوا معانا بقى الغدا. ودي اللحمة اهي، بصوا اثار التشويح بقى اللي احنا شوحناها لها الاولانية فيها، واللحمة كده دايبة وطعمها تحفة. بس كده خلصنا الغدا. تعالوا بقى نعمل المواعين بتاعة الغدا مع بعض. رايحين فين؟ اوعوا تمشوا ولا تروحوا في اي حتة، تعالوا معايا. حضرتوا الاكل ما تحضروش المواعين، اخصى عليكم تسوني وتمشوا، خليكم قاعدين. بس بقى هنغسل اهو المواعين مع بعض كده مكان الغدا. بحب اغسل المواعين اول باول علشان ما تتراكمش وما تتكومش واحس بخنقه كده وازهق من منظر المطبخ، وايه ده مبهدل وايه ده مكعبل. خلصي حاجتك كده اول باول وانتي واقفه. يعني وانتي واقفه كده مثلا استخدمتي الخلاط وانتي واقفه في ساعتها، خلاص فضيتي مثلا الحاجه اللي في الخلاط، اغسليه في ساعتها، ما تركنهوش، اغسليه في ساعتها. استخدمتي سكينه مش هتستخدميها تاني، خلاص اشطفيها في ساعتها وحطيها. معلقه اشطفيها برضو في ساعتها وحطيها كده، واحده واحده كده. هتلاقي نفسك طول اليوم بتغسلي مواعين، بس مش بتغسلي كميات، مش بتقفي ساعتين في المطبخ مثلا تغسلي مواعين. بص انا فضيت بقى الاكل في حلل اصغر وحاجات صغيره كده بقى خلاص على قده بعد الغدا طبعا. اللي اتفضل بس هو اللي انا شلته على جنب، وفضيت الحلل عشان ما يبقاش منظر الحلل كبير على الفاضي، واصلا الكميات اللي فيه كانت صغيره فلا ملهوش لازمه. فضيت كده الاكل في حلل صغيره وقلت بقى اغسل الحلل الكبيره دي واشيلها عشان يبقى المنظر رايق. الحاجه لما تتشال في التلاجة ما تبقاش واخده مساحه كبيره واحس ان التلاجة مكركبه، لا يبقى المنظر رايق على الاقل علشان خاطر عينينا بس تبقى شايفه الحاجه هاديه ورايقه ومرتاحه. بس يا بنات زي ما انتم شايفين كده بفضي بقى اي بواقي اكل كده في الحلل وبغسلها وبظبط الدنيا كده حواليا، عشان هنعمل مع بعض النهارده في الفيديو حاجه حلوه جدا 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 هتشوفوها معايا في الفيديو. اوعوا تروحوا في حته. ولو لسه ما حطيتيش اشتراك يلا حطي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد فضلا وليس امرا. وما تنسيش كمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا قلتها دي ولا لا؟ قلتها. والاشتراك اوعي تنسي الاشتراك واللايك على الفيديو. كومنتاتكم بتساعدني. لو في اي حاجه مش عاجباكم قولها لي في الكومنتات، ولو عايزين اي حاجه فيديو معين قولوا لي برضو في الكومنتات. بستنى رايكم، بحب كومنتاتكم وكلامكم جدا جدا جدا. بس يعني هغسل بقى البطاطا. بصوا انا الليفه دي او السفنجه بتاعت المواعين اللي هي اللي احنا بنجيبها اصلا للاطباق، انا جايبه اللي هي الخشنه شويه دي بقى، جايباها للبطاطا للبطاطس لاي حاجه كده، مخصصاها يعني للاكل لغسل الخضار بالذات والفاكهه. ما بستخدمهاش في مواعين وبستخدمهاش في اي حاجه تانية غير الخضار والفاكهه. خشنه وبتنضفهم لي جدا زي ما انتم شايفين، يعني من دعكه بسيطه بتخلي البطاطا
يعني قشطه ما فيهاش اي حاجه. بغسل بقى البطاطا كويس جدا جدا جدا، بيبقى فيها رمله وبيبقى فيها طينه يعني منظر ما بيبقاش حلو. لازم نتاكد ان هي متنضفه كويس جدا. انا عارفه ان انتوا انضف مني واحسن مني، بس انا بتكلم للبنات الجديده او لو احنا بننسى حاجه فالكلام ده ليهم. ربنا يعزكم يا رب، انتوا انضف واحسن واشطر مليون مره. بس بقى غسلتها، هغسل بس الحوض مكانها لان زي ما انتوا شفتوا كده نزلت كل الطينه والرمله اللي فيها. وهحط لها بقى شويه ميه تانيين كده، هسيبهم منقوعين فيها لحد ما احضر بقيه حاجتي. بصوا بقى بنات، هاخد نصها. انا اخدت نصها بالظبط، هقشره عشان هقطعه كده وهديله سلقه. هتشوفوا برضو انا بقشر البطاطا اهي كويس، مخليش فيها اي قشره خالص، لانها لو القشره اللي فيها ما بتبقاش حلوه ابدا لما البطاطا بتتسلق، بتفصل وبتلاقي نفسك كده تاكلي قشر. فالاحسن ان احنا نقشرها. تمام، بقشرها كده وبشيل اي حاجه مش حلوه مستخبيه جواها ولا حاجه. بس كده وهقطعها بقى مكعبات، ما بقطعهاش مكعبات صغيره قوي عشان لما تتسلق ما تتهريش مني. انا عايزاها يبقى فيها كده قطع بسيطه صغيره. بحب يعني احنا هنعمل بطاطا بالبشاميل، بحب يبقى فيها قطع كده صغيره خالص، حاسه طعمها يعني مش بحبها بيوري قوي، فبقطعها حتت كبيره كده شويه. ماشي، هحط عليها بقى معلقتين سكر. هتقولي لي طب ما البطاطا مسكره، ممكن تكون مش مسكره المره دي. واحنا هنحط عليها شويه ميه، محتاجينها مسكره زياده سنه صغيره، فالاحسن نحط عليها معلقتين سكر كده. وهرش عليها كمان معلقه قرفه. القرفه مع البطاطا تستعالي جدا جدا، تديها نكهه وريحه وطعم روعه. تمام، هحط عليها كوبايه ميه وهحطها بقى تتسلق على النار. هنعمل البشاميل، هحط معلقتين سمنه حلوين كده محترمين، بلدي طبعا، بلدي باكد عليكم، او لو مش بلدي زبده اللي يريحكم في البيت والمتوفر، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. هحط بقى فيها معلقتين دقيق وهقلب كده كويس جدا لحد ما احس ان الدقيق استوى. تمام، اول ما يبدا يطلع الفقاعات دي يبقى كده الدقيق بتاعي تمام استوى. هنزل عليه بقى بكيلو الا ربع لبن، يعني معلقتين الدقيق كده، معلقتين كبار دقيق مع معلقتين سمنه وكيلو الا ربع لبن. وهقلب البشاميل بتاع البطاطا مش تقيل، خفيف شويه. تمام، وهحط شويه سكر، هحط شويه موارد كمان. بصوا انا هلاقيه هنا تقيل قوي، انا ما كنتش حطيت كيلو الا ربع، انا كنت حاطه نص كيلو لبن، فحطيت ربع كيلو كمان علشان يظبط معايا. تمام، بصوا بقى اهو بقى مظبوط اهو القوام اهو زي ما انتم شايفين. حط شويه موارد، ما كانش عندي فانيليا، لو عندك فانيليا حطي، انا ما كانش عندي فانيليا. وحطيت كمان شويه جوز هند. لو عندك مكسرات رشي على البطاطا كمان بتبقى حلوه قوي، اختياري يعني. مكسرات شويه زبيب، شويه سوداني، الموجود عندك حطيه، ما عندكش خالص حلوه قوي بشاميل وفانيليا وسكر فل. بصوا بقى البطاطا هي بعد ما اتسلقت، بصوا بقى بهرسها، يعني حاجه بسيط، مش بخليها بيوري قوي، لا بخلي فيها قطع كده بسيطه شويه، بحيث يبقى طعمها طعم البطاطا حلو كده وواضح وفي زي قطع كده، طعمها بيبقى روعه. القطع بقى اللي بتبقى في البطاطا دي يعني اما تيجي تهرسيها ما تخليهاش بيوري قوي قوي، لا خلي فيها كده يعني زي قطع بسيطه. تمام. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، ما تنسوش تحطوا رشه القرفه. رشه القرفه والله مع البطاطا تحفه، تودي البطاطا كده في حته تانية. هنجيب بقى طاجن بعد كده وهنحط البطاطا في طاجن. ما عندكيش طاجن حطي في بايركس، ما عندكيش ولا طاجن ولا بايركس حطي في صينيه، اي صينيه عندك اعملي فيها. انا كان عندي طاجن فبعملها في الطاجن. البطاطا بالبشاميل في الطواجن بيبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. او البايركس، انا البايركس اللي عندي للاسف كله اتكسر، يلا فدانا. بس الحمد لله. بسيب بقى شويه بطاطا كده على جنب صغيرين من غير بشاميل لمحمود جوزي، مش بيحب البطاطا عليها بشاميل قوي، يعني بيحبها بس مش قوي، بيحب البطاطا كده قوي، فبسيب له كده شويه كده على جنب في طبق. لو عندي مكسرات برش عليها ولا حاجه وبياكلها كده من غير حاجه، بيحبها قوي كده. بس هجيب بقى البشاميل وهحط البشاميل على الوش. بصوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، اخف من البشاميل بتاع المكرونه سنه بسيطه. بس كده، بس طبعا ده البشاميل الحلو يعني، تاني البشاميل الحادق. عندكم بقى قشطه عايزين تحطوها جوه البشاميل حطوها، ما عندكوش عادي يعني. يا جماعه مشوا نفسكم باللي موجود، اي حاجه موجوده مشوا نفسكم بيها، مشي حالك حالك يمشي يعني زي ما بيقولوا. بس هحط بقى كل البشاميل على البطاطا، ما تقلقوش البشاميل ده مش كتير خالص، ده هيبقى
يعني اقل كمان من ربع يعني من ربع كمية البطاطا كمان. بشاميل مش كتير خالص. بس ممكن تدخلوها الفرن كده، ممكن تعملوا زي تحطوا معلقتين قشطة كده بتوع وش اللبن على الوش، ومعلقة سمنة. عايزين تحطوها من غير خالص برضو عادي، ده وش اللبن انا بحوشه كده في طبق او علبة، واستخدمه بقى في الحاجات دي، في طاجن بطاطا، في شوية رز، في شوية مكرونة بشاميل، في اي حاجة. يعني وش اللبن بينفع في اي حاجة. لو حوشت كمية كبيرة بعملهم سمنة طبعا، يعني حسب. بس احنا بصراحة في الصيف ما كناش بنجيب لبن سايب كتير، لان اللبن السايب في الصيف مش حلو. بس باذن الله طول الشتاء بجيبه، لانه بيبقى ما فيهوش اي حاجة، ولا بيبوظ بسرعة ولا بيروب ولا اي حاجة، بيبقى كويس. بصوا انا حطيت قشطة، كنت ادخلها الفرن بس بعد كده رجعت وقلت لا، حطي يا بت معلقتين سمنة كمان. حطي ما يهمكيش، حطي سمنة، وحطي قشطة وبشاميل وبطاطا وتخني وما يهمكيش، يعني عادي نتخن. إيه المشكلة؟ ما حدش هيجري، مش هيجرى لنا حاجة. اهم حاجه كده ناكل ونستمتع بالاكل. نعمه ربنا وفضله علينا نستمتع بيها يا جماعه، نحرمش نفسنا منها. معلقه السمنه الحلوه كده بقى بتاعتنا، وعلى الفرن، على الرف الوسط اللي في النص، على درجة حرارة 180 او 200 حسب الفرن بتاعك. اهم حاجة تخلي بالك عشان ما تتحرقش، لو الفرن بتاعتك عالية قوي خلي بالك. بقية البطاطا بقى هعملها بالسكينة كده، هفتحها من النص حاجة بسيطة كده بالسكينة، وهدخلها جنب الطاجن تتشوي. عشان اللي عايز ياكل بطاطا مشوية ياكل، اللي عايز ياكلها في الطاجن ياكلها، كل واحد وراحته بقى. بس يا بنات بصوا بقى، البطاطا هي طلعت. الوش كان عايز يتحمر اكتر من كده، بس ولادي كانوا واقفين لي على باب الفرن الا تطلع دلوقتي، خلاص مش قادرين يستنوا. بألف هنا وشفا عليهم وعلينا. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استمتعتوا فيه، يا رب اكون فدتكم ولو بمعلومه بسيطه او بوصفه بسيطه، يا رب اكون خفيفه على قلبكم وتكونوا حبيتوني. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.